بحسب المعلومات هناك امتعاض سوري من لبنان يبدأ من محاولات تهريب الأسلحة عند الحدود وصولا إلى استخدام لبنان منصة لإطلاق الأخبار والإشاعات التي تثير المشاكل في سوريا، حيث أن منصات عديدة تعمل من لبنان وتمول من فلول نظام بشار الأسد. الملف الأكثر تعقيدا يبقى ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، حيث فشلت الزيارة الأخيرة للوفد اللبناني إلى دمشق في حل تلك القضية، وهناك إشارات من سوريا حول إمكانية اتخاذ قرارات صادمة تجاه لبنان. أعلم الجانب السوري الجانب اللبناني أن كافة الوثائق المقدمة فيما يتعلق بالموقوفين السوريين في لبنان هي مفبركة، وأن الموقوفين يعني بتهم الإرهاب هي غير منطقية، وجميع هذه التهم هي مفبركة وبتدبير من حزب الله اللبناني. من المحتمل أن تلجأ الإدارة السورية إلى يعني إيقاف متقطع لحركة العبور على المعابر السورية اللبنانية المشتركة على الحدودين، إلى أن يتم التعامل بجدية مع كافة الملفات.